السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من صفحة في تاريخنا، واللي زي ما قلت بنتكلم فيها عن أبطال صنعوا التاريخ زي ما بيقولوا في الفترة ما بين عام 1967 لحد حرب أكتوبر 1973، الفترة اللي ظهر فيها الكثير من الأبطال. وكنا اتكلمنا في الحلقة الأولى عن الفريق سعد الدين الشاذلي، والنهارده بنتكلم عن شخصية جديدة من شخصيات تلك الفترة أو بطل من أبطال تلك الفترة. النهارده البطل بتاعنا اللي بنتكلم عنه هو البطل إبراهيم الرفاعي، قائد الصاعقة في حرب أكتوبر 1973. إبراهيم الرفاعي أحد أبطال الصاعقة، كان قائد لكتيبة صاعقة في سيناء أثناء حرب أكتوبر، وقدم بطولات رائعة اتكلمت عنها العالم كله وهم بيتكلموا عن هذه الحرب في حتة اسمها مفيشة دي موجودة في سيناء. لما بنقول عن إبراهيم الرفاعي فزي ما قلنا ازاي قاد فرقته وازاي ساهم بجهد كبير في تحقيق النصر، وقلنا ان هو كان قائد فرقه من فرق الصاعقه اللي هي كانت موجوده في مفيشة في سيناء، وقام مع فرقته في هذه الحرب بتكبيد العدو خسائر فادحه، دمر الكثير من مدرعات العدو، وطبعا كثير جدا زي ما بنقول عطل كثير من مدرعات العدو اللي هي كانت جايه لهم من امريكا، جايه لاسرائيل من امريكا، وكانت على احدث مستوى. الجيش المصري ما كانش عنده السلاح اللي يواجه بيه المدرعات دي، لكن مدرعات زي ما قلنا نمره واحد، مدرعات على احدث مستوى، وكان زي ما قلنا تسليح الجيش المصري اقل شويه من الجيش الاسرائيلي. لكن ابراهيم الرفاعي بفرقته قدروا يعطلوا هذه المدرعات، يبطلوا عملها، يقللوا من قوه العدو. وزي ما قلنا ابطال الصاعقه على مر التاريخ عموما لهم بطولات كثيره. ابراهيم الرفاعي اصيب بشظيه في هذه الحرب، يعني جات له شظيه في جسمه، رجالته جريوا عليه حاولوا ينقذوه، طبعا قال لهم لا مالكوش دعوه بيا، سيبوني كملوا قتال انتوا، دمروا في المدرعات، قللوا من قوه العدو، مالكوش دعوه بيا. عايزين يشيلوه ويجروا بيه ويسعفوه، خاف لا يتلخموا معاه، الا ان الراجل طلب منهم ان هم يسيبوه. الشاشة دي كانت سبب في استشهاد البطل ابراهيم الرفاعي، ولانه زي ما قلنا طلب من زملائه او من ابنائه كتيبة الصاعقة دي ان هم يتفرغوا للقتال بس ما يهتموش بيه، كانت الشاشة دي سبب في وفاة البطل ابراهيم الرفاعي، بطل الصاعقة وقائد الصاعقة في نفيشة في سيناء، واللي دمر كثير من مدرعات العدو وقلل كثير من قوة العدو في حرب أكتوبر سنة 1973. ودي كانت بطولة إبراهيم الرفاعي. وزي ما قلت احنا بندي فكرة عامة مش فكرة، لأن لما بنحب نتكلم عن بطل من الأبطال دي فهو محتاج لكتب. لكن زي ما قلت بندي فكرة عامة للجيل الجديد وبرضه للجيل القديم اللي ما يعرفش أبطال تلك الفترة من خلال صفحة في تاريخنا. وإن شاء الله نلتقي مع شخصية جديدة وحاجة جديدة أو بطل جديد من أبطال تلك الفترة اللي هي زي ما قلنا من الأول بنتكلم عليها، فترة من سنة 1967 لحد 1973.